I don't wanna go too fast. إذا هذا أول فيديو تشوفيه لي فأهلا وسهلا فيك في قناتي. أتمنى تشتركي في القناة عشان يوصلك أي فيديو أنا نازله وتشوف فيديوهات أكثر من هذا النوع من خلال زر الاشتراك، وكمان لا تنسوا تضغطوا زر الجرس اللي هو هذا ظاهر في الشاشة، لأنه اليوتيوب صاير يلغي اشتراكات تلقائيا، ما أعرف شو السالفة، بس احتياطا اضغطوا الاثنين مع بعض. السلام عليكم. فيديو اليوم زي ما انتم شايفين بالعنوان راح اسوي تحدي اللغة، ولا في حياتي جربت أتكلم هذه اللغة أو أعرف عنها أي شيء. كل اللي أعرف عن الجزائر معلومتين: أول حاجة إنهم من الدول العربية، ثاني حاجة إنهم موجودين في شمال أفريقيا ويعتبرون من خريطة عربية. شكرا لميا، أنت مرة تعرف معلومات عن الجزائر كثيرة. هذا الشيء المعلومات اللي أعرفها عن الجزائر، فراح يكون أحس اليوم راح يكون تحدي مضحك وراح أجيب العيد في الكلمة. طبعا الفيديو اليوم راح يكون تعاون مع خلود من قناة بنت الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا هلا ومرحبا بكل متابعين فيوري، إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير وصحة وعافية. معكم أختكم خلود من قناة كلوديا فانسيس بنت الجزائر. في قناتي بقدم وصفات طبيعية وفيديوهات متنوعة وممتعة جدا، فلا تنسوا تزوروا قناتي وتشاهدوا كامل فيديوهاتي، خاصة فيديو اليوم تحدي اللهجة السعودية، عشان تعطوني تقييماتكم للهجتي السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي اللي كتبت لي الكلمات الجزائرية عشان أقولها، وأنا كمان كتبت لها كلمات سعودية من مختلف المناطق، وحاولت أجيب لها أشياء صعبة لأن العفريت اللي بداخلي طلع وأنا جالسة أكتب الكلمات. فإذا حابين تشوفوا الكلمات اللي أعطيتها خلود وكيف راح تنطقهم بالنطق الخطأ طبعا، راح أحط لكم رابط الفيديو تحت. أما الآن راح أبدأ أنا مع العيد حقي. خايفة شوي لأنه جد أحس إنه راح أجيب العيد في الكلمات. أنا هددت خلود إنه ما تفتح الرسالة اللي أرسلت لها هي والكلمات إلا لما تجي وقت تصوير فيديو، وأنا كذلك ما فتحتهم إلا الآن. إذا ما كان صوتي واضح فالسبب لأني شوي مريضة وجالسة أشرب أشياء حارة عشان يطلع صوت كويس. طريقة الفيديو راح تكون في كلمات وأنا أخمن إيش معناهم، وفي حكم وأخمن إيش معناهم، وكمان الإيش تستخدم. فاليوم فيديو خرافي جدا. أول كلمة رسلت لي إياها هي بزاف. الجملة المثال حقها هو نحب السعودية بزاف بزاف. بزاف أنا أعرفها فيس. معناها يعني زي ما إحنا نقول أنا أحب السعودية كثير كثير ولا مرة مرة، وايد للمتابعين مختلف الدول. فيا الكلمة بزاف سهلة. ياي نقطة لي. الكلمة الثانية هي مليح. مليح، عجبني سروالك مليح بزاف. بزاف عرفناها. مليح أتوقع معناها إنه جميل، شيء حلو. لما أنا أبغى أمدح شيء أقول هذا الشيء مليح، هذا الشيء حلو. أبغاكم تلعبوا معاي هذه اللعبة كمان. أنتوا خمنوا الأشياء، جيبوا ورقة وقلم. علاش هذه ما أعرفها. علاش ما تفهموش اللهجة علاش ما تفهموش اللهجة الجزائرية؟ علاش يمكن ليش ما تعرفوا اللهجة الجزائرية؟ كيفاش ندير باش نروح للجزائر؟ علامة استفهام. معنى هذا الشيء يستخدم للسؤال. كيفاش ندير باش نروح للجزائر؟ الكلمة الوحيدة اللي عرفتها الجزائر. كيفاش ندير باش نروح للجزائر؟ يمكن انه كيفاش ندير باش، هذه كلها ما عرفتهم. يمكن كيف نقدر نروح للجزائر، يمكن. وقتاش نجيكم للسعودية؟ يا خلود جالسة تقولي لي بكتب لك كلمات سهلة. وقتاش نجيكم السعودية؟ وقتاش نجيكم السعودية. يمكن أتمنى أجي السعودية أو أبغى أجي السعودية. وقتاش ولا وقت، يمكن متى يعني. خلينا نشوف الكلمات. بزاف يعني كثير. ياي. مليح يعني حلو، صح علي. علاش ليش، صح. كيفاش
كيفاش كيف صح، وبتاش متى. تقريبا صح علي تقريبا. الأمثلة الجزائرية الشعبية: اللي يحوس على الشباح ما يقول أتوقع تستخدم لما أنت جالس تسوي شيء لا تتذمر من هذا الشيء، يعني لأنه أنت جالس تسوي بمزاجك، فأتوقع هذا المعنى. خلينا نشوف إيش معناها. هذا مثل نقوله للشخص اللي ما يتحمل معاناة شيء يحبه. يعني اشباح ما تعني شبح. اشباح عندنا احنا في الجزائر نقول اشباح للجمال، يعني شيء جميل. مثلا هذا المثل بلهجتكم نقدر نقول انه دامك بغيت ذاك الشيء فلا تشتكي منه. صح علي، صح بنسبة 90%. يا الشركة هلكة يا لو كان لطريق مكة. خلود راح انتقم منك. الشركة هلكة يا والكان لطريق مكة. الشركة هلكة يا والكان لطريق مكة. ايش المفروض هالشيء يعني؟ ما عندي فكرة ابدا، ما عندي فكرة. خلينا نشوف ايش معناها. المثل الثاني: الشركة هلكة يا لو كان لطريق مكة. هذا مثل نقوله عن الشراكة، يعني الشراكة مهما كانت فهي راح يكون فيها خصومات. اللي ما هو ليك غير يعيك. اللي ما هو لك راح يعلك، شيء زي كذا. أو اللي مو لك مالك دخل فيه. اللي ما هو لك لا تتدخل فيه. توقع يعني الشيء اللي ما يعني الشيء اللي ما هو لك يتعبك. آخر مثال الحين، ورد جاء الظلام فعشان كذا التصوير اختلف. اللي صبرت دارها عمرت. اللي صبرت دارها عمرت. أتوقع معناها لو شخص يعني مثال على الصبر، وإنه من صبر وكافح راح ينال في النهاية، راح يوصل للشيء اللي هو يبغى. أتوقع اللي يصبر ويتعب على نفسه في النهاية راح ينجح ويوصل للهدف اللي هو يبغاه. المثل الرابع، وهذا بظن أنه سهل جدا: اللي صبرت دارها عمرت. اللي صبرت دارها عمرت. مثال على الصبر، يعني على المرأة الصابرة. مثلا لما تجيك مرأة متزوجة تبدأ تشكي لك عن همومها، فتقولي لها اللي صبرت دارها عمرت، يعني اللي تصبر على المصايب يتعمر بيتها بالخيرات فيما بعد. ويا رب يا رب يوفقك يا لاميا. يا رب. اوكي كذا وصلت لنهاية الفيديو. فخورة بنفسي انه تقريبا عرفت بعض الاشياء، او اتوقع اني قلتها اكيد غلط. استمتعت بالفيديو لانه شيء غريب وجديد علي. ومتابعين الجزائر حبكم بزاف. لا تنسوا الاشتراك في القناة من خلال زر السبسكرايب وضغط زر الجرس كمان عشان يصلكم تنبيه من أي فيديو أنزله، واضغطوا اللايك إذا حبيت الفيديو، واكتبوا لي تحت كم جملة جبتوها. إيش سالفة اليوم؟ أحسن اختراع. جاء الحين دوركم، اكتبوا لي في التعليقات ايش الجمل او الكلمات اللي خمنتوها صح وايش اللي كانت غلط عليكم. باي. منطقتهم. لحظة. So she denied
난 더 바라는 게 없어 이제 심장은 뛰긴 하는 건지 무감각해 그래 사람들과